سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لما ربنا أمره يهاجر من مكة للمدينة، شاف قد إيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعاني مع كفار قريش وأهل مكة. قد إيه كان الموضوع صعب، قد إيه كان الموضوع مليء فيه اضطهاد كبير جدا لسيدنا النبي ولكل المسلمين، وتعذيب وآلام نفسية وجسدية وآلام فقد وحرمان. الموضوع طريق كله شوك. كل ده عشان الرسالة توصل لنا، كل ده عشان الإسلام يوصل لنا. هو مش كان رب العالمين قادر إن طريق سيدنا محمد وتوصيله للرسالة يبقى بسيط وسهل عن كده؟ طبعا ربنا قادر، ولكن هو عايز يعلمنا، عايز يقول لنا ان الحياة دي صعبة، عايز يقول لنا ان دنيتكم دي صعبة، دنيتكم فيها تعب. عشان توصل لهدفك لازم تبذل مجهود، لازم تتألم، لازم تتوجع، تعاني، لازم تقع وتقف علشان توصل لهدفك. وكل ما كان هدفك عالي وكل ما كان هدفك غالي، كل ما هتبذل مجهود اكتر، وان شاء الله توصل له. لو كانت الدنيا يسيرة ما كان من باب اولى يسرها على حبيبه سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام. لكن لا، الدنيا مش يسيرة. وانا دايما بقولها لاي ناس بيكلموني في استشارات وتبقى حياتهم متأزمة قوي بمشكلاتهم والدنيا دي، بقول لهم انتوا مش هتيجوا احسن من سيدنا النبي او كل الانبياء والمرسلين. ده ما فيش ولا نبي الا وتعرض لظلم واضطهد من قومه والام وفقد وحاجات كتيرة قوي، وهو بس بيدعوهم لطريق ربنا، هو بس عايز لهم الخير وبيدعوهم للطريق الصح وللصلاح وللفلاح. ومع ذلك كان بيتعرض لكل اضطهاد وكل ظلم. فدايما صبروا نفسكم بدوت، واعرفوا ان حياتنا دي مليانة آلام، مليانة تعب. عشان توصل لهدفك لازم تبذل مجهود ولازم تتعب.